السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. بحبكم جدا جدا في الله. ربنا يكبر خاطركم ويرضيكم ويرزق كل مشتاق فيكم بما يشتاق، اللهم امين يا رب العالمين. برحب بحبايب قلبي اللي جداد معايا في القناه، برحب بيكم، بقول لكم وجودكم معايا ده شرف ليا وتاج على راسي. ربنا يكبر خواطركم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. اكبر النعمه ربنا انعم عليا بيها هم اخواتي والله العظيم، والدعوات اللي بتجيلي يعني انا مانيش عارفه، وخصوصا لما يجيلي دعوه جميله كده ليا ولولادي ولاهلي واخواتي كده من قدام الكعبه مباشره، يعني ده حاجه كبيره قوي. ربنا يجبر بخاطرهم، ربنا يجبر بخاطرهم وبخاطر ولادهم، اللهم امين يا رب العالمين. على قد الواحده ما بيجي لها وقت ان هي بتيأس فيه، بس والله العظيم يا جماعه ربنا بيبعت للواحده حاجه كده بتقول لا استمري، يعني اتكلي على الله، احنا نعتمد على الله وبعدين نسيب كل حاجه ربنا ييسرها بقى زي ما ييسرها. شايفين المطبخ بتاعي كان عامل ازاي وانا واقفه في المطبخ كنت بعمل اكل، ففتحت الضلفه علشان احط طبق، نزل 4 اطباق من اللي هم والله العظيم يا جماعه محطوطين في ضلفه المطبخ بقالهم، يعني قلت لكم داخلين على 2 3 بشيلهم طبعا بنضف واحطهم بس في المكان بتاعهم مستقر. نزلوا كلهم وانا واقفه. طبعا رجلي اتبهدلت بس الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل والحمد لله والله ان هي جت. المهم ان هي تبقى بعيد عن جوزه وعن عيالي، اهم حاجه في الدنيا. انا بعرف اتصرف وبعرف اصبر، انما الولاد وهو في الغربه فمش هيعرف. الحمد لله ان هي تيجي فيا انا. كده طبعا الروتين ده، شايفين اخر روتين كنا مع بعض كان روتين الغله. انا قمت من النوم بفتح باب الشقه لقيت سلف الله يبارك له، لقيته مطلع لي الغله قدام الشقه، كتر الف خيره والله العظيم. فجيت ان انا اطلعها فوق السطوح، بصراحه ما قدرتش وما ينفعش، يعني احنا هو كتر خيره طلعها لي من بير السلم من تحت وما رضيش يحطها فوق علشان ما تتبهدلش، يعني الطير وكده ما يبهدلهوش يا جماعه. فقلت ايه خلاص انا عندي البلكونه نظيفه والشمس بتيجي فيها، يعني هي انا همسحها يعني، بس هي ايه يعني مفيش ترابه مفيش حاجه كده. وعند السور ده همسحه كده، اصلا بحط للعصافير والطيور عليه، يعني بحط غله بحط رز علشان ده بحطهم في الوقت اللي ايه اللي مفيش فيه يا جماعه. اللهم صل على محمد، مفيش فيه يعني ايه زرعه في الارض الطير ياكل منها. فانما لو في مثلا رز خلاص سنبل كده في الارض او غله او كده، فانا ما بحطش لان ما شاء الله الخير بيبقى كتير حوالينا يعني. طبعا مسكت بقى البلكونه كده بالميه غسلتها. انا ما بحبش امسحها عامه، ما بحبش امسح البلكونه. كانت الميه قطعه بس جت في اليوم ده، يعني المية عندنا الحمد لله رب العالمين عدد بتقطع كتير، يعني اخر الروتين اللي هينزل لكم الجاي ده يعني هتشوفوا العذاب اللي انا كنت فيه بسبب قطعة المية. انما لبخة مطبخي دي كانت بصراحة بسبب تعب رجليا، وان بناتي طب ما بتدخلهمش المطبخ ليه يا رفيق؟ والله العظيم هم اصلا يعني كتر خيرهم، يعني يلموا الغسيل يطبقوا الغسيل كده، انما المطبخ لا يا جماعه، العيال لسه صغيره مش هشيلهم الهم، هم يتعودوا بس في وقت، يعني انا علشان ادخل بنتي تبقى مسؤوله في المطبخ من دلوقتي، لا هي ما فيهاش جهد اصلا علشان ادخلها المطبخ هي واختها من دلوقتي. هما لو نفسهم في حاجه بيدخلوا يعملوها، انما غير كده لا ما يعني انا سايباهم ياخدوا راحتهم، ما كانوش ياخدوا راحتهم في بيوت اهاليهم هياخدوها فين يعني يا جماعه؟ فيعني الحمد لله رضا. مسكت طبعا كده قلت لهم سيبوا المطبخ، لان طبعا زي ما قلت لحضراتكم الازاز اصلا كان متنطور فيه، وانا ايه هنضفه، لان كان اليوم اللي قبله كانت الميه قطعه. فقلت لهم لا خلاص بقى سيبوكوا انا اللي هنضفه وسيبوا كده، يعني انا هدندن فيه. قال لي يا ماما انت رجلك اتعورت، قلت لهم لا ما يجراش حاجه سيبوها بس على الله. والحمد لله رب العالمين. طبعا مسحت البلكونه زي ما حضراتكم شايفين كده وقمت جايبه الغله وقمت فرداها، ما حطيتش فرشه ليه رفيه ولا اي حاجه، ملهاش لازمه يا جماعه، البلكونه نظيفه والسقف مغطيها، فملهاش لازمه ان انت تحطي ايه فرش وكده. فجيت طبعا فضيت الغله زي ما حضراتكم شايفين وفرشتها كده في البلكونه، وكل شويه كنت بقلب فيها، وكنت باجي على اخر النهار واقوم مكوماها بلماها ومكوماها ومغطيه عليه، والصبح قبل النهار ما يشقشق كده لما الندى يرفع اللي هي الشبوره، طبعا حضراتكم عارفين الرطوبه عاليه جدا اليومين دول فبينزل شبوره،
فبستنى بقى لما ترفع، وكنت بفردها. فضلت حوالي 3 ايام وبعدين غربلتها ونقيتها وطحنتها. كده موضوع الغله كده الحمد لله ملينا بيتنا خير، اللهم لك الحمد. دايما تحمدوا ربنا، احمدوا ربنا على نعم التي لا تعد ولا تحصى، احمدوا ربنا على نعم الكتيره قوي علينا. يعني الحمد لله رب العالمين يا جماعه. ودايما اذكروه دايما وانت بتشتغلي، وانت بتنظفي اوضه، وانت اعملي لك ذكر معين، مثلا لتنظيف الاوضه، للدولاب، لغسيل المواعين مثلا. ذكر غسيل المواعين ان احنا هنصلي على النبي طول ما احنا بنغسل في المواعين. نمسح في الشقة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعمل أكل، الحمد لله، سبحان الله كده. يعني فنطي نفسك إن أنت دايما تذكري الله ودايما تبقي مشغولة في شغلك بذكر الله. هو ده أهم حاجة يعني. طبعا خلصت كده وقلت بقى إيه لما أروح عند البلكونة التانية اللي أنا مربية فيها فراخ. لميت الغسيل، كان عندي شوية غسيل كده لميتهم. وده بقى كان ابني كده، الدبابير عندنا كده بتطير يا جماعة. فإلا ابني مصمم ان انا امسك له واحد. قلت له يا احمد يا نصر انا ما ينفعش. قال لي ليه يا ماما؟ قلت له زي ما انت ليك ماما، دول كده لها اولاد صغيرين عايزة تروح تأكل. المهم قال ماشي. وفضلنا بقى كده بوريكم الشارع، بقول لكم الشارع ده كده منظره بقى ما بقاش حلو، فانا عايزة اكنسه وانضف تحت منه. يعني علشان ايه؟ طب ماشي، ما هي دخل فيا يا رفيع. لا، انا احب اللي انا لما ابص من بلكونتي ابص من البلكونه على حاجه نظيفه. واحب دايما بلكوناتي ومداخل بيتي تبقى نظيفه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده الفراخ كان تحتها برضو مش نظيف ومطلعه الحاجات ديت. ويعني كنت عايزه اشيل كل حاجه وانضف تحت منهم كده وافصل الكهرباء، لان الجو نار يا جماعه. انا بنضف تحت الفراخ شبه يومي. طيب يا وايه اللي جبرك على كده؟ اللي جبرني على كده ان انا ما اقدرش ان انا ما نضفش تحتهم يا جماعه. لان طبعا زي ما حضراتكم عارفين انا مربيهم في الشقه. لان انا لو ربيتهم تحت في الاوضه فيها فران، فبتاكل مني الفراخ البيضاء عامه. فانا ما اقدرش ان انا اضحي الحاجه جايباها بالغلا والكوى، فما ينفعش. طبعا زي ما حضراتكم كنتوا شايفين في اول الفيديو انا كنت مشغله الغساله، واللي بغسله باخده طبعا انشره على طول كده يا جماعه. في ايه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. يعني بقيت احاول ان انا انجز في اليوم ده على قد ما اقدر. طبعا ما وريتكمش طبعا وانا بنشر، يعني قلت ملهاش لازمه يعني. لان هو يعني واحنا بننشر الهدوم ما فيهاش اي افتكاسه يا جماعه. نشرت على السطور وكده وبدات اخلص. جيت على اخر النهار والله الهدوم اللي انا نشرتها ديت كانت نشفت، لميتها ونشرت تاني الستاير وكده. لان انا كنت شايله ستاير الصالون، لان ما كنتش شلتها من العيد وكانت فيها تراب، لان كان بيقوم عاصفه ترابيه كده من الوقت للتاني. طيب سايباها من العيد يا رفيع. هو الشباك اصلا انا ما بفتحوش يا جماعه، فيعني ما بهتمش قوي بشيل ستاير الصالون لان عشان ما بتتبهدلش كتير. بس يعني ايه بشيلها منين ما احس ان هي خلاص يعني اتعفرت عفار بس، يعني ما هو تراب بس ما فيش اكتر من كده. فبقوم ايه شايلاها كده. طبعا لميت الهدوم زي ما حضراتكم شايفين، واخدت الدفايات مطلعه دفايات لاولادي. علشان ايه؟ علشان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بتغطوا بيهم. يعني انا لاولادي بتغطوا بيهم. فنشرت طبعا وغسلت الحاجات ديت العلافات. لان انا طبعا طول فتره الايالة يا جماعه انا ما بحطش علف من الساعه 11 لعند الساعه 10 بالليل. انا ما بحطش علف للفراخ نهائي، ما بحطش علف ليهم بصراحه يعني يا جماعه. فاللهم صل على محمد كنست تحت منهم ونضفت البلكونه زي ما حضراتكم شايفين وخلصتها، وخدت العلافات والسقايات غسلتها وحطيت لهم مضاد للسموم. دايما بدل انت مغيره العلف والجو حر كده، فمغيره العلف من ناعم للخشن. فدايما تحط مضاد سموم في الاياله، لو عندك خافض للحراره او عندك علبه زبادي بتحطيها. المهم ان انت دايما خافض الحراره ده ما يتمنعش من عندك طول ما عندك فراخ تسمين. نزلت طبعا قلت ايه انا النهارده بقى بدل الميه اجت، انا ضامنه النهارده ان الميه تيجي عن بكره. فقمت جايه كده نزلت ذبحت بطه وفرخ. يعني خدت فرخه من الفراخ ديت ونزلت ذبحت بطه وفرخ كده يا جماعه. والله العظيم لقيت البطه ديت يعني عليها البيضه، يعني معبيه للبيض وعليها البيضه. كانت دي بطه شرشريه اصلا، هي كانت ضعيفه كده بس كان عليها البيضه. والله العظيم يا جماعه كانت هتطلع لي الحمد لله يعني عادي. هي مقطوع منها النصيب يعني. وانا يعني عند البط السوداني اصلا ببيضه وما بينامش، معرفش ليه. في ناس بتقول لي ملهوش مكان، لا والله العظيم ده هو ليه مكان وكل حاجه، بس هو
يعني مش مانيش عارفه، يعني مانيش عارفه ليه كده. فدايما انا بعتمد ان انا بشتري طيور وخلاص، بشتري طيور صغيره ومأقلمه نفسي على كده وخلاص. طبعا نظفت المطبخ زي ما حضراتكم شايفين، وخلصت الغسيل، والحوض عندي ما شاء الله ولا قوه الا بالله نظفته. عايزه اشوف حل الخراطيم ديت، بس انا الخرطوم ده اللي انا بملى بيه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الخرطوم ده اللي انا بملى بيه دايما الغساله، فما بستغناش عنه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده. بحب اوريكم اول منظر عندي من المطبخ، منظر كده يرد الروح. وانا بقى بخلص لقيت جارتي بتقول لي انت عندك حاجات، انا فاض معايا. طبعا جارتي بتفرش في السوق بخضار، انا فاض معايا حاجات من السوق. قلت لها فاض معاكي ايه؟ قالت فاض عندي بطاطس وطماطم وفاكهه بكل انواعها. قلت لها ماشي، الفاكهه اللي عندك وزني لي من كل نوع وزنه، وجيبي لي طماطم وبطاطس. قالت لي طيب ماشي خلاص. قلت لها طب عندك قته؟ قالت لا انا ما عنديش قته. قلت لها طيب ماشي. قالت لي انت بتحبيها ولا؟ قلت لها انا بحب القته، انا بحب القته جدا يا جماعه عن الخيار، ما بحبش الخيار خالص، بس بحب القته، وما بحبش الفلفل برضه، بس ولادي بيحبوه فما بستغناش عنه. فقامت ايه والله العظيم يا جماعه، لقيتها بعتلي قتيتين، بتقول انا كنت جايبه 4، خدي 2 وانت 2. والليمون طبعا رخيص زي ما حضراتكم عارفين. وكنت بعت ابن الناس جيراننا عندهم سمك، جاب لي منهم سمك رنجة وقمرة وشويتهم، لان اليوم ده ما تقدريش لا انت تعملي فيه اكل، لا فراخ ولا حاجات من ديت، والكشري اصلا بيكلف وبشيله ارميه، عيالي مش باكلوه. فقلت السمك احسن حاجه، وفعلا عندي بنتي برضو ما بتاكلش السمك، وهدا حلو والله العظيم يا جماعه. فكده روتيننا خلص النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم، واتمنى ان انا اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش اشتراك، تفعيل زر الجرس، تعملوا لايك للفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.